دونك انت معناتها غني على تعريف، وكنت حكيت عليك ملاك، انت كنت من اشرس المعارضين لبن علي، الحديقه السريه لبن علي وغيره وغيره وغيره. اليوم تلقى روحك في الكتاب في الصفحه 303. هو صحيح انه معناتها حتى هو في قانون النشر معناتها نقولوا هو انقل الكتاب، انقل ما كان يكتبه عليك بن علي حسب الكتاب، ولكن بصراحه ما تم نقله في الكتاب. معناتها ما نجمش انا نجي نقول راهو مثلا سمعت واحد في الشارع يحكي هكا ونقول كلام زايد، لانه نولي انا نتعاقب كناقل للكلام هذا. بالنسبه للكتاب دونك الكلام اللي قالوا عليك صفحه كامله 303 صفحتين معناتها ما نجمش نحكيه سيدي احمد. ما نعرفش كان معناتها انا اللي نتسمى هكا برشا يقولوا لي ماكش متربي وما نجمش نحكيه بصراحه. معناتها كلام نقد في حياتك الشخصيه، نقد وصفك بالنذاله والحقاره، تجاوز ذلك الى حد وصفك بالامور شذوذ والخ الخ الخ، وربطوها علاقتك مع زعيم حزب سياسي حالي. معناتها حاجه يقشعر لها الابدان. احكي لي كيفاش قريت الكتاب وشنو رد فعلك؟ إحقاقا للحق ولإنصاف الناس، أريد أن أنصف المنظومة الدعائية للرئيس السابق. لم يكتب فيها على مدى 9 سنوات، سأحكي لك فيما بعد يعني كيف كانت تتعامل معي يعني وكالة العالم الخارجي من سنة 93 إلى سنة 99. لم يكتب فيها 5% مما ظهر في كتاب رئيس الجمهورية للديمقراطية التونسية الحديثة. شنو من ريوسهم جابوه؟ هذا قلت لك 95% هو من نسج الخيال المريض لقاطني كرتاج الآن. عندي كل ما نشر، يعني عندما أقول لك عندي أنا أملك يعني ما نشر في ما نشرته المعارضة التونسية وما نشر عن المعارضة التونسية فيما بين سنة 91 النصف الثاني من 91 إلى سنة 2008، يعني تاريخ رجوعي. يعني هذه وثائق صدقني أنه لم تكن هناك نشرية واحدة، كانت هناك 5 نشريات، 5 نشريات، 3 منها يعني ورقية، وكانت يعني في الحقيقة تنشر في عشرات النسخ، تبعث لبعض الصحفيين، تبعث للأشخاص ذاتهم إلى غير ذلك لزعزعة يعني سيد أحمد مناعي ما تقوله خطير. أنت تقول أنه خلينا نعاود نستوعبها الكلمة. أنت تقول أنه اللي تكتب في الكتاب الأسود من نسج خيال ساكني قرطاج ولم يكتبه عنك. لا قسما عظما أنزه المنظومة الدعائية للنظام السابق عن كتابتي هذا. عندي قلت لك كل ما نشر يعني هذا الشتم الكل من الرئاسة الحالية 95% هو من إنتاج المجموعة التي تحتل قصر كرتاج الآن. خليني أقول لك حاجة. يعني أترك أنا الآن حي أرزق وأستطيع أن أدافع عن نفسي، لكن الذي حز في نفسي أن يكتب ما كتب عن صالح كركر وهو توفي، أن يكتب ما كتب عن علي السعيدي وهو توفي من سنة 2001، يعني قتل في سنة 2001 في ديسمبر مثل هذا الشهر. أن يكتب عنه على الرغم من أنه علي السعيدي هو الذي رفع اسم منصف المرزوقي في السماوات العلاء، بمعنى هو الذي عرف به، هو الذي كان يزور أبسط البلديات ليجتمع برئيس البلدية ويأتون بمراسل الصحيفة ويصورونه ليقدم منصف المرزوقي على أنه الرجل الذي يمثل والذي يكرس والذي يأمل فيه التونسيين على أنه الحقوقي وإلى غير ذلك. منصف مرزوقي عرف به 3 أو 4 أشخاص في الخارج. أولا علي السعيدي من سنة 91 إلى سنة 2001، يعني قبل رجوعه، هو رجع في 2001 وقتل في آخر السنة. ثم عرف به شخص آخر هو منذر صفر، وعرف به شخص ثالث لكن
في مستوى العالم العربي خاصة هو هيثم مناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، حتى أنه عندما أسست هذه اللجنة في سنة 98 وضعوا عليها رئيسا منصف المرزوقي، وكان ممنوع من الخروج من تونس فقط لحمايته. وخطاب هيثم مناع واللجنة العربية يعني كيف ما جيت تقول بسم الله قبل ما تبدأ شيء لابد من ذكر منصف المرزوقي. وشخص الرابع عرفت به شخصيا لكن في حدود لأني أعرفه. باش نرجعوا لعلاقتك به عام 91 في ندوة اليونسكو حقوق الإنسان، يظل مازالت كي خرجت أنت وقتها، هل صحيح أنه وقتها المنصف المرزوقي رفض ولا تحاشى أنه يحكي معك باعتبارك كنت مشبوه ومطارد من نظام بن علي؟ شوف زيني، في يوم 15 جوان 1991 نظمت جمعية سورية، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، ليست اللجنة لكن هذه جمعية قديمة، نظمت يعني ندوة حول حقوق الإنسان في العالم مع العالم الجديد والنظام الدولي الجديد. كان من جملة المدعوين إليها السيد منصف المرزوقي، مدعو إليها أيضا الأستاذ الصيد رحمة الله عليه، تحدث الأستاذ الصيد، تحدث كل من دعي، وجاء دور المنصف ولم يتكلم. فاضطررت شخصيا لاتخاذ موقع قصي يعني في آخر الواحد، وشهدت يعني بما يحدث في تونس. عند الاستراحة يعني مش ناخذ قهوة، فخرجت عليه سي منصف قلت له تعال نتحدثوا شوية، أنت جيت من تونس عرفني. فقال لي يشوفوا فينا صحيح أنه هناك يعني أعوان من الأمن التونسي، وبقيت يكركر فيا حتى وصلنا لبيت الراحة في التواليت. في التواليت، وأنا ذاك يعني سألني قال لي كيف خرجت. قلت له هي القضية أني كيف خرجت، أنا خرجت هنا لكن القضية أني نسأل فيك على اسمه. المهم هذا ذكرته، عندما ذكرته بدون عداء هذه أحداث عشناها في 91 92 93 هي جزء من التاريخ. بالنسبة ل 94 والترشح للرئاسة، صحيح وقتها علاقتكم توترت؟ لا أبدا، بالعكس. أنا شوف أنا أحكي لك عن الترشح. أنا من أول ما عرفت أنه هذا الشخص يعني يعني نحن على نقيض، يعني هو بقدر ما كان يعني متكالب على الحكم بقدر ما أنا زاهد في الحكم. أنا لا أشارك ولم أشارك يعني في حكومة أو لم أطلب السلطة أبدا. هو على العكس بالنسبة ليه لا يمكن أن تتم الحياة إلا بالسلطة. طيب. في سنة 93 دعيت من قبل رئيس تحرير جريدة لو بروغري دي ليون من أجل الحديث عن الظروف العامة في تونس إلى غير ذلك. كنا على الغداء، يعني يجب أن نذكر يعني علي السعيد رحمة الله عليه لأنه هو الذي نظم لهذا اللقاء. كنا نتحدث عن حقوق الإنسان وانتهاكات شفت أن الراجل مش متحمس يعني الموضوع. قلت ربما يكتب بضعة أسطر وانتهى الأمر. فجاتني فكرة، قلت له أستاذ يعني تعرف أني أنا مترشح للانتخابات الجاية في 24. قال لي من مسلم عيسى شرشته وقتها يعني كملنا بسرعة، وجاب المصور وخذاني تصور على اليمين وعلى اليسار من الفوق من تحت، ودخلنا المكتب نتاعو وعمل معايا حديث. فهمت؟ هي يعني الظروف يعني اغتنمت الفرصة باش في وقت اللي ترشح سي المنصف في 94 أول ما أعلن الترشح نتاعو جاء لفرنسا. نظمنا له ندوة واجتماع إلى غير ذلك، وطلب مني صديق يعني يونس عثمان وقتها رئيس جمعية تونس الديمقراطية الآن، قال لي أنت هنا وعلاش يعني ما تعلنش؟ هي قضية رمزية في الحقيقة، علاش ما تعلنش يعني تنازلك لفائدة منصف المرزوقي؟ وكان ذلك يعني في الاجتماع أعلنت أني أنا المترشح أتنازل لسيد منصف المرزوقي اللي هو موجود في البلاد وكذا. فهمت؟ كانت هي به. هل مثلا تنجم تكون أنت قلت أنه ما كتب في الكتاب الأسود في صفحة 303 وخاصة على تشويه لسمعتك أنت كشخص، على نزواتك، على أمور شواذ وغيره، هذا ينجم يكون كردة فعل لأنك أنت مثلا كنت كشفت أنه السيد منصف مرزوقي ياخذ 6000 يورو في الشهر، مش متعذب ماديا كما كان يحكي. معناتها تكون ردة فعل انتقام منك؟ لا هو شوف يعني فيما بعد سأحكي عنه، مش يعني أنا مش طبيب نفسي لكن أنا عرفته يعني. عندما ذكرت ذلك قضية 6000 يورو
تذكر معك انت قلت راه مش يعني اضطررت لاقول هذا لسبب بسيط، انه واحد من مساعديه خرج قال الراجل ياخذ في 150 دولار على المقال باش يدبر حاله في الشهر. ليش الرجل لبس عليه يحمد الله، انت ياخذ 6000 اورو 6300 اورو ملا بالضبط، فهمتي؟ وانا هذه ما جبتهاش من عندي، حكيت لك على الظروف اللي تسمى فيها الى غير ذلك، يعني كنت لصيق بالقضيه. لكن ايش معنى يعني واحد يوصل لهالمستويات هذه من يعني نخرج لبس عليه. تحب نقول لك حاجه فيما يخص الفلوس. من عام 81 نعرف منصف المرزوقي، يعني طبعا فترات طويله ما تلاقيناش فيها، فهمتني؟ انما في الفترات اللي كنا نلتقي فيها والله لا نعرف اللون بتاع فلوسه، حيث في قهوه ولا في ما تعرفش لون فلوسه بس خلاص. قال لي جي معايا. قلت له احنا عندنا موعد السيدة تستنى فيه. قال لي لا تجي معايا للحزب للسبير. قلت له قلت له حاجة، قلت له ما يجيش بزربة هكا. قلت له يعني لا ثم المهم قال لي ما لا في الامان بالسلامة. قلت له السيدة تستنى فيه. قال لي لا ما عنديش وقت، عندي موعد مع بناتي. قال لا أمرك. مشيت اعتذرت للسيدة هذه كريمة، قلت لها خلاص ووقعت هيك. والكتاب نشرته له في لا ديكوفيرت ولا؟ يا سيدي الكريم شوف مدير لا ديكوفيرت اللي كان وقتها واللي هو حاليا واللي نشر أغلبية كتب المعارضة التونسية، المعارضين التوانسة، اديته له. قال لي بعد أسبوع أحمد يجاني، رجعت بعد أسبوع قال لي أحمد هذا ماهوش كتاب. حبيت قلت للمنصف انه هذا مش كتاب، لكن حتى الاخر حتى 2011 جاء هو في 2011 رجعت له الامانه نتاعو، قلت له اسف يعني ما نجمتش. شفتم هاكا هبطوا في الديكوفيرت به. يلمح الكتاب انك معناتها بعد ما رجعت 2008 سي ما وقعش القبض عليك، وانك كلمت برهان بسايس بعد ما سبيت في الجزيره ورضات عليك الحكومه. معناتها الكتاب يقول بمعنى انك عملت صفقه باش ترجع عام 2008. شوف هذا كلام مبتذل لا يمكن أن يصدر عن إنسان مسؤول. حياتي يا أستاذ الكريم واضحة وضوح الشمس، عندما أقدم على شيء أفعله وأتحمل مسؤوليته مهما كانت نتائج المسؤولية. أنا في 12 جوان 2008 أعطيت حديث متاع 55 دقيقة للجزيرة مباشرة بعد الحديثات. شو قلت أن سألتني سؤال عن المعارضة، قلت لها يا سيدتي الكريمة المعارضة راهي ضعيفة ومشتتة وإلى غير ذلك ومتناحرة، وأنه في وقت من الأوقات صحيح كانت ثم حركة سياسية اسمها الاتجاه الإسلامي وقت ما والنهضة فيما بعد، كانت ممكن تكون بعد 5 و10 سنوات منافس قوي للحزب الحاكم، لكن الحزب هذا يعمل مغامرتين، مغامرة أولى في سنة 87 والمغامرة الثانية في 91 مغامرة يعني بتاع انقلابية. واضح معناتها هذاك الكلام. وبعده واستشهدت بشخص اللي هو محمد شمام. قلت نتذكر في الحديث نسيت الشمام، قلت محمد برك، وهذا سي محمد رئيس ولا قائد القوات المسلحة النهضوية يعلن يومها في 12 جوان 2008 توبته ويعتذر للتوانسة ويعتذر لمن كذا عن فعلته النكرة. هو موجود. وبعد يقول الكتاب كلمت برهان سايس؟ لا، روحت لداري ممكن مع 11 على 11 كلمني إنسان قال لي أنا فلان، نعرفه بالاسم لكن عمري ما التقيت به، نعرفه أنه في مجلس الحريات، سي بنتيشا. قال لي سي أحمد أنا فلان، ثم واحد شخصية من تونس تحب تكلمك. قلت له اهلا وسهلا، ما عنديش يا ريت انا لو كان لقيت. وفيما بعد يعني لابد ان نحكي لك على قصه بسيطه. ما فماش مشكله ابدا. قلت له كلمني سي برهان سايس. قال لي يا سي احمد راك عملت شو نقول لك زلزال. قلت له والله ما كانش يعني عندي رغبه باش نزلزل، لان هذه حقيقه قلتها وانتهى الامر. فهمت؟ بعد حوالي نص ساعه سي بنتيشا كلمني قال لي يحب يكلمك الأستاذ الصيد بشير الصيد. بشير الصيد عندي علاقات به قديمة، ربما ضيع تليفوني فكلمني سي الصيد.
لكن سي برهان بسياس أنا اللي كلمته مرة بعد سقوط النظام، كلمته بعد 2 ولا 3 شهور لأطمئن عليه. سألته شو أحوالك؟ لبس عليه، قال لي لا بأس الحمد لله. ها؟ ولو نعرف واحد في خطر مهما يكون حتى لو كان عدوي بالأمس نحاول نطمئن عليه. هذا ما تربيت عليه وهذا ما ربيت عليه أولادي. واضح. سيد أحمد المناعي، هل كنت تعرف يعني في الفترة ذيك قضيته في باريس يعني سيد عدنان المنصر كنت تعرف ولا سمعت به؟ والله عدنان المنصر سي عدنان المنصر عفوا تلقيت به مرتين وقتها في 2011 يمكن في مارس افريل 2011 بعد الثورة يعني. اي بعد الثورة. في سوسة في ندوة نظمها سي عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد، كان هو من المتدخلين. سمعته رجل يعني يتكلم مليح، سمعته طويل. أنا حكيت لك على الفترة قبل مش على بعض. لا لم أسمع باسمه ولم شوف يعني الأسماء اللي ظهرت واللي تذكرت في عرائض إلى غير ذلك معروفة يعني. ثم حوالي 200 إلى 220 شخص هم اللي أمضوا العرائض. 3 عرائض خرجت في التسعينات وعريضة في 2000 إضافة إلى عريضة متاع المحامين متاع اسمه عمادة المحامين اللي كان نص فقط بدون إمضاءات. يعني كل هذا موثق للتونسيين باش يعرفوا شكون اللي سبق وشكون اللي حق وشكون اللي مازال يجري. سيد أحمد بني مازالونا دقيقتين ونص في الحوار. شنو كان رد فعل انتوراجك معناتها المحيط القريب منك بعد نزول الكتاب لو كان قراب؟ انا عندي 8 احفاد الان، 5 اولاد وبنات. عندي 8 احفاد. الله يحفظك. عندي بنيه حفيدتي عمرها 10 سنوات. تذكر بوها في الانجاز العظيم بديس الرجل تكلم بديس. فسالته قلت له فما تعرفش ما قراتش يعني ما سمعت انه باش يقدم قضيه الى غير ذلك. قلت له علاش باش تقدم هذا؟ اذا كان قضيه شوف انا نحب نقول كلمتين. ثم كثير من الناس يطالبوا بالكشف عن وثائق والارشيف نتاع البوليس السياسي الى غير ذلك. هذوما الناس مش عارفين ما يمكن أن يحدث ذلك في مجتمع. إذا تريدوا تخربوا المجتمع التونسي وتدمروا بقية ما بقي فيه من تواصل، افتحوا اكشفوا عن الميثاق عن الهم هذا. راعوا قنابل موقوتة، قنابل كيماوية، قنابل نيتروجينية. يعني جربوا الشعوب اللي خرجت من ديكتاتوريات قبلنا. ليه الاتحاد السوفيتي كشفوا على الواحد نتاعهم. استعمال السيد المنصف المرزوقي لما عهد إليه ساعة مبدئيا تجاوز وخرق للقانون، ثم تجاوز وخرق لما وعد به هو. في وقت أنا الآن نجمع في بعض الوثائق. أنا كتبت للرئيس زين العابدين بن علي 5 رسائل. كتبت له أول رسالة في جانفي 89 هي مرافعة للاعتراف بالنهضة، لأنه نتصور أنه ما ثمش استقرار إلا بالاعتراف بالنهضة. هذه سلمت منها نسخة عبد الفتاح مورو واحد الراشد الغنوشي، وخذيت أنا نسخة الحمد لله سلمتها لواحد محامي، لواحد صديق محامي أستاذ نصر بن عامر، جابها لي في 2007 ولا ما تبقاش من الآثار، لأنه كل ما كان عندي في البيت عندي في الصيف هذا سمعت واحد من مستشير الرئيس تحدث على كونه لقى وثائق لغدا. حبيت نطلب نسخة من الرسائل اللي ما عنديش. ثم سمعت تصريح السيد المرزوقي قال ما ثمش يعني إمكانية الكشف إلى ذلك إلا بقانون وبقانون. قلت لابد نحترم القانون وما طلبتش ما كتب. يا سيدي الكريم، السيد المنصف المرزوقي حط صبعي في عينه في القضية هذه. سيد المنصف المرزوقي رجعني يمكن لعمري 40 عام. سيد المنصف المرزوقي ينتظرني في الدورة. هنقول له مش يعني مش تهديد هذا. سيد المنصف المرزوقي نحب نذكره أنه خذيت مواقف ضد السياسة التونسية في قضية سوريا. نحب نقول له أنه في 22 جانفي المقبل باش ينعقد مؤتمر جنيف 2، وبعد أسبوع أو أسبوعين يعلن ولو بشكل يعني رمزي عن انتصار سوريا، ثم بعد ذلك تبدأ الملاحقات القانونية لكل الذين ساهموا في تخريب وتدمير سوريا.
كل الذين شجعوا على إرسال المقاتلين وعلى دعمهم السياسي سوف يلاحقون، وسيد المنصف المرزوقي على رأس القائمة. واستناني يا منصف. نوع من التهديد هذا؟ نعم، هذا مش تهديد. لا هذا ملاحقة قانونية. كيف ما باش نقدم قضية بالكتاب قضية أخرى، ولدي باش يقدم قضية في الخارج، ثم الملاحقة القانونية في الشأن السوري، في الآلاف الذين ساهمت التونسيون في قتلهم في سوريا، والذين بعثوا من هنا، والذين حرضوا، والذين دفع بهم إلى القتال في سوريا. شكرا لك سيد أحمد مناع على كل هذه التوضيحات. يعطيك الصحة.